السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي هنا وفي سعادة يا رب وراحة بال، اللهم امين. ازيكم يا حبايبي؟ النهاردة بقى نعمل فطار، جالنا ضيف كده مفاجأة، يعني طب علينا فجأة كده. إيه طبعا، الضيف ده ابويا، ربنا يخليهولي يا رب وما تحرمش منه يا رب. كان جاي لنا قبل الفطار كده بيجي بساعة كده، ساعة ونص بالكتير يعني. فكان جايب لي طلب يعني. فطب علينا بقى، انا كنت طبعا في اليوم ده هعمل لحمة وبسلة بس بصراحة. فكنت ايه مجهزة كنت الوقت بعمل كده في الصلصة بتاعة البسلة، عشان احطها ايه في الفرن مع اللحم. تمام يا حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وطبعا اللي اول مرة يشوفنا يا جماعة، يا ريت فضلا منكم وليس امرا تشتركوا لنا في القناة وتفعلوا لنا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد يا حبايبي. وت... وتختاروا كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. ويا ريت ما تنسونوش باللايك بتاعكم الجميل. طبعا، انتوا عارفين ان اللايك ده بيفرحنا والله يعني وبيرفع لنا الفيديو. وطبعا، يعني في ناس كتير يعني بصراحة، يعني ما فيش مشاهدات خالص والله يا جماعة. فاللي ما بيوصلوش اشعار مني يا ريت يعني يلغي الاشتراك ويرجع يشترك تاني. تمام يا حبايبي. وزي ما قلت لكم كده بقى، الضيف العزيز علينا ده جالنا بقى ايه، قلنا يعني مش يعني نعمل له حاجة بقى كده يعني ما ينفعش بقى كده. وطبعا ده يعني ابويا الغالي، ربنا يخليه لي يا رب وما تحرمش منه ابدا ابدا ويطول لي في عمره. اللهم امين يا رب العالمين، ويشفيه ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وكده بقى انا كنت بحمر البصلة عشان اعمل صلصة البسلة. انا كنت بصراحة يعني ايه هعمل البسلة واللحمة بس ورز وخلاص. زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو، عملنا له صينية جلاش كده على السريع والله. يعني كنت في الوقت ده بصراحة كنت بجري، لان كانش في وقت اساسا يعني. تمام يا حبايبي. وكده اهوت نزلت بالطماطم، بعصير الطماطم بقى ايه. وانا عاملاها يعني عاملاها في الصينيه. وطبعا لو انت عندك برام بقى وحابه تحطها في البرام حطها، بس انا حطيتها في الصينيه يعني ايه، عشان احطها في الفرن. ودي البسله بتاعتنا كنت جايباها صبحه كده طازه ومفرطاها. واعمل عليها واخرط عليها الجزرتين دولت. انا عندي في الفريزر والله، بس حبيت ان انا اجيبها صبحه يعني. ودي اللحمه بتاعتنا كنا علقنا عليها بقى وقربت تستوي اهيت. فانا مش هسويها على الاخر يعني عشان احطها في البسله في الفرن. بتبقى حلوه قوي وجميله ما شاء الله. انا بحبها بصراحه بالبسله البسله ديت مع اللحمه كده في الفرن، وزي ما انتم شايفين اهي بسم الله ما شاء الله. واللحمه شربتها حلوه قوي وجميله ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وكده بقى يا حبايبي اهوت بقى كنت في الوقت ده بقى خلاص يعني في الوقت الضايع. طلعت صدر فرخه، عشان اعمله ايه، للجلاش. على قنصاية كده فرمتهم في الكبة، وصدر فرخة بس يعني مع القنصية كده، وقلت افرمهم على السريع كده. وكان عندنا جلاش في الفريزر طلعنا منه. طلعنا لفة كان عندي كيلو يعني، قلت اعمل لفة واحدة بس عشان ايه، انتوا عارفين احنا في صيام بقى. وان الحاجة يعني ما بتبات ما بنحبش احنا ناكل الاكل البيت بصراحة يعني. انا بعمل كل يوم اكل صبح كده عشان ان احنا في صيام. كل سنة وانتم طيبين يا رب، ويتعاد علينا وعليكم الايام بخير. تمام. وكده انا كنت بقى ايه، كانت التعصيجة بتاعة الجلاش خلاص استوت. وهحط بقى اجهز الصينية بتاعتنا. وارص الجلاش في الصينية. اول حاجة بقى بتمسحي الصينية كده بالزيت. والجلاش ده اصلا طريقته سهلة خالص والله وبسيطة خالص. بس بصراحة بيبقى حلو قوي وجميل. واهم حاجة بس ان انت ايه، تمسحي الورق بتاع الجلاش كده بالزيت كده علشان يطلع مورق معاكي ويبقى ايه، هش كده وجميل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وطبعا يا ريت اللي وصل معانا لحد دلوقتي، يا ريت يا جماعة، يا ريت تحطوا لنا اللايك بتاعكم الجميل. انتوا طبعا بتفرحونا والله وبتسعدونا. وحابة اشكر حبايبي برضك اللي معانا من مصر ومن بره مصر. انتوا منوريني ومشرفيني، ويا رب كده دايما مكملين. تمام يا حبايبي اهوت. وكده بقى ايه، بفرد الورق بتاع الجلاش. وبتمسحي بقى ايه بالفرشة بتاعتك كده علشان يطلع مورق معاكي ويطلع حلو أوي وجميل بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتوا شايفين كده اهوت يا حبايبي. هو النص كيلو ما شاء الله يعني عملته في الصينية اللي هي الوسطانية بتاعة طقم الصواني اللي هي الحوض ديت. كان حلو أوي وما شاء الله مظبوط فيها وطلع جميل. وكان حلو أوي بصراحة يعني.
اهو يا حبايبي. وكده بقى ايه تظبط الورقة بتاعتك، وبتقسمي بقى النص كيلو، يعني شوفي هو كام ورقة بتقسميه على طبقتين، عشان يطلع مظبوط معاكي اهوت. وكل ما بين يعني ورقة وورقة كده تمسحي مسحة بسيطة كده من الزيت. تمام. اهو يا حبيبي، بسم الله ما شاء الله، جميل جميل. وكنا والله في الوقت ده بقى خلاص، يعني القرآن خلاص هي، يعني كنت بجري بصراحة يعني، بس والله كان يعني كنت حاسة ان انا مبسوطة وبعمل، ومبسوطة قوي ان هو يفطر معايا، ان ابويا يفطر معايا. وبصراحة اللمة حلوة قوي يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله، يعني اللمة حلوة قوي، بتأكل كده وما شاء الله. حتى كمان طلعت نص فرخة سويتها، ما كنتش عاملة حسابي يعني، لأن كان هو وابن أخويا هيفطروا معانا. تمام يا حبايبي اهوت. وكده بقى ايه، كانت اللحمة اتعصجت، الفراخ عفوا اتعصجت، وكانت حلوة قوي قوي بصراحة، كانت جميلة. وطبعا انتوا عارفين التعصيجة بقى، انا يعني ما صورتش كل حاجة بالتفاصيل، لان انا ما كانش في وقت بصراحة والله. كان الوقت يعني ما كانش في وقت، يعني ان انا اعرف اصور كل حاجة بالتفاصيل. وانتوا طبعا انا عارفة، انتوا عارفين طريقتي في تعصيج اللحمة او الفراخ، هي طريقة واحدة ما بغيرهاش. تمام يا حبايبي اهوت. بسم الله ما شاء الله، كان طالع معانا الجلاش ده حلو قوي قوي بصراحة، وجميل قوي. يعني وش الضيف بقى، يعني ربنا يجعله عامر كده يا رب، ويملى بيوتكم بالبركة يا رب، والرحمة كده يا رب، والمغفرة. وتفرحوا بعيالكم يا رب، وتسعدوا بهم، اللهم امين يا رب العالمين. ويعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. وشهر كريم، وشهر يعني كله يعني مغفرة ورحمة وبركة بصراحة. يعني الأكل بسم الله ما شاء الله، والله الحاجة بتبقى زايدة وفايدة بصراحة، مع غلو الأسعار بصراحة، بس هو ربنا يعني، يعني ربنا بيسرها والله. وكده بقى كنت خلصت اهوت وقطعته. وحضر بقى ايه اللبن. لو عندك لبن مثلا كوباية لبن وعايزة تسقي باللبن، ما عندكيش لبن بالشرب عادي مفيش مشكلة. وكده كنت تاني حضر بقى الخليط بتاعه اللي هنسقي به، بيضة وكوباية من اللبن، مع رشة فلفل أسمر. حتى في الوقت ده والله نسيت أحط له نص معلقة بيكنج باودر، بس طلع حلو برضك. أنا ببقى أحط البيكنج باودر ما باجي أعمل مثلا جلاش أو كده، باحط له نص معلقة بيكنج باودر. بس في الوقت ده من يعني كمني كنت مستعجلة، ما نسيت بصراحة يعني، الأمانة يعني. تمام. وكده بقى بتحركي الصينية شمال ويمين كده، عشان الخليط يخش كده في الجلاش من جوه، عشان يبقى مستوي معاكي ويطلع حلو، ويطلع كده مورق وجميل. واللبن بيديله طراوة كده، وبيخليه يعني بيبقى حلو قوي في التسوية. ولو ما فيش لبن ما فيش مشكلة، حطي شوربة عادي. انا ما بكونش عندي لبن بحط تبصية من الشوربة ولا حاجة، بيطلع حلو برضه. تمام يا حبايبي اهوت، بسم الله ما شاء الله. وتحركي الصينية بتاعتك كده شمال ويمين، بيطلع معاكي جميل قوي قوي بصراحة، بيبقى جميل. وكده بقى كانت البسلة بتاعتنا جهزتها عشان احطها في الفرن، واللحمة والصلصة خلصت، والجلاش بتاعنا سقناه اهوت. تمام اهوت، بسم الله ما شاء الله. وكده اهوت يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله، صينية الجلاش كنت طلعتها. والله كانت في الوقت ده كانت يعني كان لسه خلاص، ما فيش الا ده يعني، ما فيش يمكن 10 دقايق ولا 5 دقايق وخلاص، المغرب هيأذن. وكده برضه كنت عندنا نعمل فتة كده، فتة عادية خالص. معانا رقاق. كان عندي رقاق، يعني لفة رقاق كنت ناوية جايباها يعني أعملها باللحمة. بس لما أبويا جه بقى، وأنا عارفة إن هو بيحب الفتة، قلت أعمل له فتة. فحمرت له حمرت الرقاق بتاعنا كده في معلقة من الزيت. آه، بت بتحمري كده في الزيت، بيبقى حلو قوي بصراحة. أنا بحبها برضك، الفتة دي بحبها. هي فتة مش الفتة اللي انتوا عارفينها بقى بالصلصة وبالثوم والحاجات ديت، لا هي فتة عادية خالص. بنحمر الرقاق بتاعنا كده في الزيت، وبنحمصه كده، وبيديله اللون الذهبي، وبنحط عليه شوربة ورز بقى، وبيبقى جميل قوي بصراحة. وكده بقى كان فطارنا النهاردة، بسم الله ما شاء الله، كان كله بسم الله ما شاء الله، يعني اللمة حلوة قوي. وكان فطار جميل، وكانت اللمة حلوة بوجود أبويا برضك، يا رب ما نتحرمش منه أبدا. دمتم بخير يا حبايبي، وما تحرمش منكم